دي خريطة القاهرة وقت تأسيسها، وده شكل القاهرة بعد توسعاتها التاريخية. دي القاهرة الخديوية، ودي القاهرة بعد توسعات القرن العشرين، ودي القاهرة الكبرى النهاردة. لو بصيت على الخريطة دي كخط زمني هتلاقي القاهرة بتتوسع كمدينة لما يحصل 3 حاجات مع بعض: نقل، وظيفة اقتصادية، وطلب من المجتمع. يعني التجمع ده زمان كان منطقة بعيدة جدا، واكتوبر في أوائل الألفينات كانت آخر الدنيا. لما الطرق والخدمات زادت والمدارس والشركات والمولات، المسافات اتغيرت في عيون الناس. اللي كان زمان سفر بقى دلوقتي مشوار. هنا السعر بدأ يتغير. الكلام ده بيحصل دلوقتي تاني في شرق القاهرة الكبرى، وفي 3 نقط بتعيد تعريف المنطقة. أول نقطة شبكة النقل. المترو ده أهم شبكة نقل في القاهرة، والخط الثالث ربط شرق القاهرة بمحطة عدلي منصور، اللي ربطها بالقطر الكهربائي اللي ربطها بالشروق والمستقبل وبدر والعاصمة، ومونوريل شرق النيل رابط مدينة نصر والقاهرة الجديدة بالعاصمة. طب ليه الموضوع ده مهم؟ لأن العقار في المدن الجديدة أهميته وسعره بيزيد لما الناس تقدر توصل بسهولة أكتر. نروح لتاني نقطة، العاصمة الإدارية الجديدة. مخطط العاصمة إن هي تستوعب 6.5 مليون نسمة وتخلق حوالي 2 مليون فرصة عمل من 2022، وفي 14 وزارة نقلت هناك. والنقطة الثالثة هي الفجوة العمرانية. المسافة اللي موجودة دلوقتي بين القاهرة والعاصمة مش هتفضل مسافة فاصلة لوقت طويل، لأنه مع النقل والشغل والخدمات المناطق اللي في النص بتتحول من إن هي حاجات متطرفة وبعيدة لأن هي بتتحول لمنطقة وصل، هتبقى مناطق سكنية مطلوبة. وده يقولك ليه المشاريع السكنية هناك بتزيد بشكل كبير. فأنت خلال كام سنة من دلوقتي تخيل شكل المشاريع دي هيبقى عامل إزاي. ال3 نقط دول بيقولوا لك شرق القاهرة بيكبر ليه، والتاريخ بيقولك حاجة مهمة: التوسع اللي وراه بنية تحتية ووراه وظيفة اقتصادية بيغير في قيمة الأرض وسعرها. والمستثمر الذكي هو اللي بيشوف التغييرات دي من بدري ويعرف يختار الاستثمار الصح والمكان الصح.